مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد ومتجدد وبرنامج خزانة اللغة العربية. نستضيف في هذا العدد الخاص والمتميز واحدا من ضيوف الجزائر الذين شرفوها بحضورهم لملتقى الجزائر للإبداع الأدبي والفني. نستضيف الشاعر الموريتاني محفوظ البو. مرحبا بك سيدي معنا. أهلا وسهلا. أهلا مرحبا. أشكرك على حضورك للجزائر وحضورك لبرنامج خزانة اللغة العربية. أنا أسعد كذلك، أنا أسعد سعيد جدا بحضوري معكم هنا وحضوري يعني الأوسع في الجزائر بصفة عامة، وتشرفت بأن أكون ضيفا عندكم في هذا البرنامج الذي يحمل صراحة دلالة كبيرة في المفهوم. نعم، حللت أهلا ونزلت سهلا. في البداية سأسألك كيف وجدت الجزائر؟ هل هي ربما زيارتك الأولى لها؟ صحيح، هذه زيارتي الأولى للجزائر، وأنا في الحقيقة كنت مندهشا بهذه المعالم وهذه المقدرات السياحية الجميلة وبحرارة والاستقبال يعني وهذه الحفاوة التي يخص الجزائريون بها الشعب الموريتاني يعني على مر التاريخ، مر العصور. هذه يخص بها الشعب الجزائري شقيقه الموريتاني. نعم، ربما ما هي أهم يعني نقطة أو يعني شيء استقطبك أكثر أو لفت انتباهك أكثر في الجزائر؟ صراحة هذه التضاريس الجميلة جدا، وهذه يعني نحن نعيش في مناخ صحراوي، ولما أتينا هنا إلى الجزائر لاحظنا أن المناخ تغير وأصبحنا الآن في منطقة لها خصوصيتها ما شاء الله، ومطلة كذلك على هذا البحر الجميل. يعني فيها كل شيء الجزائر. ما شاء الله ما شاء الله. أستاذ، يعني لو نتحدث عن الملتقى الأدبي الفني للإبداع والأدب، يعني كيف وجدته؟ كيف كان حضورك فيه؟ صراحة بالنسبة لي هذا الملتقى من الملتقيات القليلة التي تشكل فرص ذهبية بالنسبة لي شخصيا، فرص ذهبية للسياحة، فرص ذهبية يعني التعرف على قامات أدبية من مختلف الأجيال الأدبية. هذه حظيت بالتعرف عليها، كذلك ليس من الجزائر فقط وإنما من مختلف الدول هنا، كل الدول العربية في هذه الأقطار كان لها حضور، وأنا كنت جد سعيد بهذه الفرصة التي أتيحت لي من خلال هذا الملتقى، وممتن جدا وشاكر لها. نعم، كيف ترى ربما أهمية ودور هذه الملتقيات والمسابقات يعني الشعرية، كل التظاهرات الأدبية يعني ودورها الفعال في المجال الأدبي، في نقل الثقافات، في الاحتكاك لنقل الخبرات من مجتمعات إلى مجتمعات أخرى؟ تماما. فيما يخص هذه الملتقيات والمسابقات والفوائد التي تعود على المجال الأدبي منها، بطبيعة الحال كل الفنون يعني مختلف الآداب هي فراشات يعني تحتاج إلى النور، ومثل هذه الملتقيات ومثل هذا التناول يعطيها فسحة الضوء التي تحتاج، وبالتالي أرى بأنها ملتقيات هامة جدا، ومن الضروري الاستمرار في مثل هذه الفعاليات. نعم، أنت كشاعر يعني ماذا تضيف لك؟ شخصيا على المستوى الشخصي، بما أنها أول زيارة للجزائر، وبما أني كذلك التقيت بشعراء من مختلف الأجيال تقريبا، قامات شعرية استمعت لهم في لقاءات خاصة، يعني لقاءات في الفنادق، لقاءات في الأماسي، بالنسبة لي تعني لي الكثير وتضيف لي الكثير، وأسعد بها تجربة. نعم، نبقى دائما في الجزائر. هل فيه أسماء ربما يعني تعرفت عليها أو احتككت بها من خلال هذه الزيارة، يعني أسماء في المجال الشعري؟ أكيد التقيت بشعراء من الجزائر وشعراء من
مصر، من أم الدنيا، ومن ليبيا، ومن تونس، ما شاء الله شعراء من مختلف هذه البلدان. التقيت بهم هنا وتحدثنا مطولا في مآلات الشعر العربي وفي إشكالياته، وكانت نقاشات ثرية وهامة بالنسبة لي. كيف ترى الشعر الجزائري؟ الشعر الجزائري، الحديث عن الشعر الجزائري هو الحديث عن شق هام من الشعر العربي. وصراحة أثبت شعراء الجزائر في مختلف الفعاليات ومختلف المحافل بأن الشعر الجزائري صراحة، وهذه حقيقة وليس يعني أنني في الجزائر. نعم. الشعر الجزائري ظل في مصاف الأمكنة وفي صدارة وطليعة الشعر العربي، وأتحمل مسؤولية ما أقول. نعم. أنت كشاعر يعني فيما تكتب؟ أنا كشاعر صراحة الشعر الموريتاني عرف بأنه شعر تقليدي نظرا لتكوين يعني التعليم لدينا في المحاضر. نبدأ بقراءة نماذج من الشعر التقليدي القديم والشعر الجاهلي بداية، ومن ثم نتدرج في نماذج من الشعر التقليدي، وهذا يعني يكون نوع من الرصيد لدى الشاعر الموريتاني بكتابة. وصارت هذه نظرة الإخوة في العالم العربي عن الشعر الموريتاني بأنه شعر تقليدي، ويعني يقولون شعراء موريتانيا متشابهون، يعني نسخة طبق الأصل، هذا نسخة طبق الأصل منها. ما هي أهم ميزة في الشعر الموريتاني؟ ولكن هذا ما أود أن أخلص إليه. هذه النظرة عن الشعر الموريتاني بهذه الصفة، أنا أحاول أن أغير من الصورة النمطية شأن جيلي من شعراء موريتانيا الشباب الذين يحاولون ليس قطيعة مع الماضي، وإنما إحداث يعني نقلة جذرية في الشعر الموريتاني، تحديث الشعر الموريتاني قدر المستطاع، مع أنهم يواجهون سلطة الجمهور الموريتاني ويواجهون كذلك الكثير من التحديات، إلا أنهم يحاولون قدر المستطاع. وهناك تجارب شعرية شبابية ناضجة ربما لم ترى فسحة الضوء الكافية لتظهر للآخر مدى تحديث القصيدة الموريتانية الشابة. ربما ما هي أهم المواضيع التي تكتب فيها؟ قضايا وهموم الشاعر في العصر الحديث هي يعني لا تبتعد كثيرا عن قضايا شعراء الشباب في الوطن العربي يكتبون في مختلف، يعني هناك مقولة تقول بأنه الشعر بدون قضية لا يستمر، ومختلف القضايا هموم الشاعر هي العمود الفقري، أحاسيس الشاعر، عواطفه، يمكن خاصة في فترة الشباب هذه تكون عمود فقري لبدايات كتابة الشاعر. ولكن تدرجا مع المراحل العمرية يكتسب الشاعر مواضع اهتمامات جديدة، وربما تعود بعض الاهتمامات السابقة إلى لا أقول النسيان، ولكن يتناقص الاهتمام ببعضها. نعم. كيف ترى اليوم الشباب العربي في المجال الإبداعي الشعري؟ صراحة الأمة العربية أمة ولادة، والعقول البشرية العربية خصبة ما شاء الله وقادرة على تطوير الإبداع. وأنا شخصيا أستبشر خيرا بالمواهب الشعرية الشبابية في عالمنا العربي بصفة عامة. أي دور للشعراء اليوم في نقل ثقافتهم المحلية إلى مثلا الثقافات العربية الأخرى؟ هي هذه مسؤولية كبيرة، مسؤولية نقل هذه الثقافات وتمثيلها، وأن تتجلى في أحسن صورة، وهم لديهم الأدوات الكافية لذلك من خلال هذه الملكة التي معها هذا الإحساس المرهف، يحسون الشاعر يحس بالأشياء بطريقة مختلفة، وبالتالي لديهم هذه الفرصة. وأرى شخصيا بأنهم قادرون وعليهم اغتنام مثل هذه الفرص في تمثيل بلدانهم ومجتمعاتهم، تمثيلهم على مختلف الأصعدة، ويتمثل في ذلك حضوري بالزي الموريتاني التقليدي الدراعة.
جميل جدا. يعني حتى في الجزائر الدراعة هي زي تقليدي خاصة في الثقافة الحسنية. صحيح صحيح، نفس مجتمعات الثقافة الحسانية نتشارك في العديد من مجتمع البيضان صحيح في الجزائر وفي الصحراء وفي موريتانيا صحيح، نفس تركيبة المجتمع، مجتمع البيضان الذي يعني يتحد في الثقافة وفي الملبس وفي يعني الحسانية كلهجة. يعني هناك العديد من الأمور نتشارك فيها من خلال الموروث الثقافي. حدثنا الآن عن بعض من مؤلفاتك أو دواوينك الشعرية. صراحة الشاعر الموريتاني ليس أمامه الكثير من الأبواب للنشر. أنا حاليا أشتغل على تجربة إصدار أول مجموعة شعرية، وأحاول أن أعيش هذه اللحظة، لأنه بالنسبة لي الإصدار الأول للشاعر هذا يعتبر يعني شعور مختلف. شاركت في عدة مسابقات شعر حساني كما تحدثنا قبل قليل، مسابقات شعر حساني وشعر فصحى، وشاركت في بعض المسابقات الدولية عن بعد، ونلت بعض الجوائز أغلبها في الشعر الحساني. نعم، لو تعطينا بعضا من هذه الأشعار التي تحضرك الآن. أي من الشعر الحساني. نعم. أيوة، سأبدأ بنص في المديح وبعده نص في غرض آخر فيه ومن إنتاجي. مدح الرسول يطلع شان للمداحة، وعليه لسان مقني طالص للعنان، يجبر مسنون في حياته وإلى ما تجبار عجلان، معمول عليه في مماته، ورجيتك يا الحي المنان يسر لي الأفكار يواتو، نمشي بهم مشية حسان في المدح مبيض وطياته، هو مدح من قع طوفان والناس هداها وبقاته، ومعجزاته عاد برهان للناس، ومن معجزاته الكلام اللي جاب القرآن كلام الله وآياته، والله النور عليه قران، ومن النور زيانة ذاته، ومين الصادق العرب كان هذا فيهم من صفاته، وخيار اللي خلى عدنان، ومن أشراف الناس سباته هم وماتوا، ومن أعيان الناس سباته وماتوا، وعليه من الله الرحمن السلام هو وصلاته عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نعم، إلى أي مدى هو مهم يعني المحافظة على اللهجة على اللغة في تراثنا الشعري الفني؟ هي خصوصية كل مجتمع، والذين لا يحافظون على ثقافاتهم إذا كانت هناك حضارة يعني يحدث لها انقطاع فيها مثل هذه الحضارات إذا لم يكون هنالك تراكم متواصل لمثل هذه الحضارات والثقافات. فبالتالي من الضروري تلك يعني الثقافة الجذرية أن نحافظ عليها ونبني عليها تراكميا، ويعني ثقافات الأمم زوالها يعني زوال تلك الأمم لا قدر الله. مشاركتك ربما في مسابقات تحدثت عنها، ماذا أضافت لك يعني في رصيدك؟ المسابقات شخصيا أرى بأنها تضيف، ولكن بعضها يؤثر هل يعني اليوم يمكن أن نقول أن هناك أدب مسابقات أو أدب جوائز أو شعر جوائز؟ أيوة، اليوم بعض فعلا لا نختلف على مدى أهمية المسابقات وفي تحريك الساحة الثقافية بصفة عامة والشعر على وجه الخصوص، ولكن الذين يدمنون يعني الكتابة للمسابقات هم محكومون بمقاييس معينة، وهذا يحد من مستوى الحرية التي يجب أن يحلق فيها الإبداع، مع أنها مسابقات تكون مهمة إلا أنها تحد من مستوى الحرية الذي يجب أن ينطلق فيه المبدع. نعم، لما نتحدث دائما في الثقافات ونتحدث عن اللهجات ونتحدث دائما في اللهجة الحسانية، هناك اللغة العربية. أيوة. يعني عندها علاقة وطيدة باللغة العربية. صحيح. تضعنا في خصوصية هذه الصورة. صحيح، من وجهة نظري اللهجة الحسانية هي إحدى أهم اللهجات البارة هي بنت بارة جدا للغة العربية، لأنها تقريبا 70% من معجم هذه اللهجة هو من أصل اللغة العربية. تقريبا 70% من معجم التركيب ألفاظ اللهجة الحسانية هو في الأصل من اللغة العربية الفصحى.
وبالتالي هي لا تبتعد كثيرا عنها. نعم، جميل جدا. مجالك الدراسي هو تقني رياضي، يعني كيف وجدت نفسك شاعرا؟ بالنسبة لي الشعر موهبة ولا علاقة له بالصحيح. أنا خريج كلية العلوم وتقنيات جامعة نواكشوط في تخصص رياضيات، ولا علاقة لهذا. نعم. من وجهة نظري العلوم والفنون تختلف. الفنون مواهب، يعني أي شخص تلبس بهذا وجد نفسه متلبسا بأي فن معين، هذه ملكة وموهبة. والعلوم تحتاج جهد ودراسة، ويمكن لأي شخص، يعني العلوم من وجهة نظري لا تحتاج موهبة وإنما جهد وعلم ودراسة. هذا من وجهة نظري. وكنت في كلية العلوم، زملائي يقولون جاء صاحب كلية الآداب، جاء طالب من كلية الآداب. نعم. اليوم هل يعني في حياتك المهنية والعملية هل تزاوج بين الفن الأدبي والتخصص العلمي الذي درسته؟ أكيد نعم. التخصص هو للعمل والإبداع في المجال العلمي، وهذا ما انطلقت منه قبل قليل. ولكن بطبيعة تشبعي بهذا الفن الجميل اللي هو الشعر، بدأت العلاقات تتسع، دائرة العلاقات تتسع في هذا المجال إلى أن صار شبه مجال عملي. لدي الكثير من العلاقات في هذا المجال، ويعني صارت هناك أعمال لها علاقة بالجانب الأدبي، يعني تدريجيا يأخذني من الجانب العلمي. يعني هل كانت فيه استفادة من الجانب العلمي على الجانب الأدبي؟ أكيد. مثل هذه الازدواجية تثري القريحة لصالح كليهما. بالمصطلحات العلمية. نعم. تثري يعني التجربة لصالح كليهما. صحيح. جميل جدا. يعني لكل كاتب بيئة، يعني هي من تلهمه، هي من تسقل إبداعه. هل البيئة لعبت دور كبير في أشعارك أو قصائدك؟ فعلا لكل أي كاتب له طقوس معينة، بيئة معينة في الكتابة. أنا شخصيا ليست لدي تلك القناعة، أو في تجربتي الشخصية متى أكتب عندما أسمع نصوص مختلفة عن النمطي، مختلفة عن التقليد المستمر في الكتابة الإبداعية. عندما أقف على الجديد، على المختلف، أشياء تهزني، هذه تكون جرت العادة بأن تكون هذه بداية اشتعال جمرة القصيدة. ويعني ليس لديها يعني وقت محدد، يمكن مساء، يمكن حتى الفجر، الصباح، أي وقت. عندما أقف على الجديد أحس برغبة جامحة في الكتابة. إلى أي مدى يعني ربما تؤثر الذاكرة المكانية يعني في كتابة وتعبير الكاتب؟ الكاتب تقريبا 70% مما يكتب يعني شعور ذاتي، يعني ذاتية الشاعر عندما يقف على أماكن يعرف قديما، هذه تولد لديه شعور يمكن أن يعني يكون سبب في الكتابة. هذا له دور كبير في أحد أنماط الكتابة. نعم. كيف ترى اليوم حال الشعر العربي؟ الشعر العربي على مر العصور يعني كانت لديه مجموعة من التحديات، وشهد مجموعة من التحولات والمفارقات، وإلى أن شهد يعني نوع من التحديث على مستوى البنية، يعني البنية العمودية. كان بحاجة في تلك الفترة لمثل ذلك التحديث، ولكنه اليوم أثبتت القصيدة العمودية بأنها قادرة على استكناح كل متطلبات تحديث القصيدة. لما ظهر ما أصبح يطلق عليه النقاد مصطلح العمودية الجديدة، أصبحت قصيدة العمود تكتب بأسس وفنيات قصيدة التفعيلة. أرى بأن مثل هذه النماذج تبشر بخير
على مستقبل الشعر العربي بصفة عامة. لماذا ربما لأن في فترة معينة كان في اعتقاد كبار الشعراء بأنهم محكومون ومقيدون بقالب معين، بأنه يحد من إبداعهم، وتلك الحاجة هي التي ولدت التمرد على هذا الشكل. نعم. وجاءوا ب يعني قصيدة التفعيلة التي أحدثت هزة ونهضة في تاريخ الشعر، صراحة أثبتت وجودها في فترة وجيزة، وصار الجميع توجه إليها في تلك، أو القالبية توجهت إليها، وصارت فعلا أثبتت بأنها تستطيع أن تواكب التحديث. بعد فترة تقريبا بعد 2000 مع ظهور بعض المسابقات احترف بعض الشعراء كتابة العمود باستفادة من تجارب الحداثيين في التفعيل، وهذه من وجهة نظري الشخصية أعتقد بأنها مثل هذه التجارب تبشر بخير. نعم. إضافة نوعية تبشر بخير في مستقبل الشعر الفصيح. نعم. ربما لأي شعراء تقرأ أو لمن تقرأ أكثر؟ أنا أقرأ لشعراء كبار شعراء العربية، وأنصح بالقراءة لمثل هؤلاء. لو تعطينا بعض الأسماء. مثلا أعطيكم محمود درويش، أمل دنقل، نزار قباني، البردوني، عبد الله البردوني، الجواهري، مثل هذه الأسماء أقرأ لها. والشاعر يكتب ما يقرأ، بالتالي أنصح الشعراء الشباب والمقبلين على القراءة. هنالك توجد فترة بالنسبة للمبدع، هناك فترة تعرف بفترة القراءة بنهم. هذه الفترة أو المرحلة يجب على الشاعر أن يستغلها ليوجه قراءته إلى النماذج الصحيحة، ليستغل تلك الفترة للقراءة بنهم في تلك المراحل. سأسألك سؤالا فلسفيا بعض الشيء، لو لم تكن شاعرا ماذا ستكون؟ لو لم أكن شاعرا ربما لتوجهت للفلسفة. ربما لتوجهت للفلسفة وتركت يعني التخصص العلمي، لأنها هي الفسحة بعد، من وجهة نظري هي الفسحة الأدبية، يعني الخيار الثاني بعد الشعر في المجال الأدبي. نعم. في المجال الأدبي دائما أقول نبقى، يعني كيف ترى قوة العلاقة بين الجزائر والشعب الجزائري والثقافة الجزائرية وأيضا الثقافة الموريتانية؟ هي جذور راسخة في القدم، صراحة جذور راسخة في القيم، ومواقف الجزائر المتكررة تعزز مثل هذه الجذور مع الشعب الموريتاني. فبالتالي احنا نقوله بالحسانية أعظم بلا مفصل، يعني نفس الشيء، يعني تقريبا نفس التركيبة في المجتمعات، ونفس قوة العلاقات من الجانبين. يعني في هذا الصدد لو تعطينا بعض من الأشعار ربما ستكون يعني قبل ختامنا للحلقة. مشكلة، أنا لدي مشكلة في الحفظ في الذاكرة. ما يحضرك؟ نعم. لا يحضرني حاليا، مشكلة حفظ في الذاكرة. حتى لو في الشعر الحساني؟ سوف أحاول، يعني أتمنى أن تسعفني ذاكرة في مثل هذه الأشياء. ربما حاليا لا يحضرني. ربما لا يحضرك شيء. نعم. إذا وصلنا إلى ختام هذا العدد، يعني في كلمة، ربما كلمة أخيرة، ماذا تقول عن حضورك للجزائر، عن مشاركتك في هذا الملتقى، عن احتكاكك بنخبة من الأدباء العرب والجزائريين أيضا؟ في ختام هذا اللقاء أشكركم وأشكر التلفزيون الجزائري على هذه الفسحة وهذه الفرصة أعيد وأكرر امتناني وشكري لمثل هذه الملتقيات، وللشعب الجزائري الطيب الشقيق الذي صراحة أبهرنا بحفاوة وحرارة الاستقبال
هذه المناطق والمعالم السياحية والأثرية معا. يعني كان ملتقى أدبي وسياحي، يعني صراحة شيء مختلف. كنا في ملتقيات أدبية، واليوم عملنا يعني زيارتين في زيارة، لهذا أشكركم جزيل الشكر. نعم، ونحن أيضا نشكرك ونرحب بك مرة أخرى في بلدك الثاني الجزائر. الجزائر بلد يسع الجميع. صحيح. نعم، إذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام هذا العدد. مواعيدنا تتجدد دائما وبرنامج خزانة اللغة العربية. السلام عليكم.